السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحة وعافية. اليوم جيتكم بوصفة بنينة 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 بنينة. هذه الوصفة طلفتوني فيها بزاف، حطيتها لكم هذاك الكاطو اللي حطيته في لا فيديو تاع العرس، وانا كنت دايرته على شكل مربع، وهذه المرة درته على هذا الشكل. لكن نفس الوصفة ونفس المكونات. شوفوا وصفة هايلة بكريمة رائعة، والبنة خطيرة. كي نقول لك خطيرة خطيرة، نتمنى تتبعوا معايا الوصفة وتكملوها حتى الاخر لا فيديو تاعنا، وتعطوني رايكم في التعليقات. اني عارفة باللي راح تعجبكم بالبزاف. تبعوا معايا الوصفة. نبداو بسم الله. عندنا الزبدة او مارغرين 125 غرام. انا درت كمية صغيرة، يعني ما نحتاجش كمية كبيرة، ما عندي ما ندير بها. 125 غرام. تحبي تزيدي ضعفي المقادير. وزدت معاها واحدة صفار بيض، وزدت معاها 2 مغارف تاع زيت. هنا الدور تاع الزيت راح يزيدها في الهشاشة. راني نقول لكم هذا لاباط صابلي هايله، وتستعمليها كاع في الانواع الصابلي بريستيج اللي ديريهم، راح يعطيك واحد النتيجه هايله هايله هايله، يعني نضمن لك فيها باذن الله. حاولي ذيك الزبده، شوفوا رانا في الشتاء شويه صعيبه الزبده باش تذوب، حاولي كامل هكا ذوبيها بيدك هكذا، منهم يتجانسوا هذوك المكونات والزبده تطرى. حاولي تطريها على قد ما تقدري هكذا. ومن بعد نزيدو المواد الجافة تاعنا. عندي هنا نص كاس سكر غلاس، ما يعادل 50 غرام، اللي تحب تخدم بالميزان. وانا الكاس هذا تاعي يرفد 250 مليلتر، تفهمين هكذا. تغربليه. اكو عارفين السكر غلاس والمايزينا واللافاني كيفاش يخلو ذوك الحبيبات هكذا. درناها ونزيدو 50 غرام نفس الشيء، نص كاس مايزينا هكذا. وزيدي معاها زيت سيترون، زيدي معاها مبشور الليمون ولافاني للتنكيه. شوفوا راح يعطوكم واحد البنه واحد الريحه هايله في الصابلي تاعكم هكذا. نديروا مبشور الليمون هكذا. عاد هذاك الخضر يعطي واحد البنه هايله. وزيدي معاها اللافاني، ما تكثريش خاطر انا دايرين القارص. ولاميها الخليط هذا تاعك حتى يتجانسوا مليح مليح هكذا. كان عذبني شويه، كنت بارد الحال، والكوزينه كانت عندي بزاف بارده، على هذيك الزبده عياتني شوي. ومن بعد زيدوا الفرينه هنا درت 2 كيسان. قلت لكم انا الكاس تاعي يرفد 250، درت جبت 2 كيسان. الكاس الاول درته كامل، والثاني درت ربع منه، هذا مكان. وزدنا مغرفه تاع الخميره كيميائيه. هاي وينا مغرفه تاع خميره كيميائيه. قلت لك لا حبيتي كميه اكبر ضعفي المقادير. دوك نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف. بهذه الطريقه ليمي العجينه تاعك حتى ليميها، ما تعجنيهاش الصابلي ما ينعجنش. لا عجنتيها تولي لك كي تطبعيه تطيبيه يعاود يتكمش هكذا. حنا نحوسوا على هذيك التقرميشه، على هذيك الهشاشه تاعو هكذا، حتى نتحصلوا على العجينه هكا دايره. شوف هاهي مشعل ديت ربع كاس. ومن بعد نقسموا العجينه، ولا تحبي تحليها كامل ضربه واحده. انا نخدم ديريكتومون على البلان طرافاي تاعي، ما نحبش ندير هذاك الساشي ولا بابي كويسون. درتها مره تعذبت، حلفت عليها.
نحلوها يكون ما تكونش عالية بزاف وما تكونش رقيقة بزاف، حوالي 1 سنتيم او اقل من ذلك. هكا نحلوها ونجيبو الطابع تاعنا. المرة اللي فاتت خدمت بهذا المربع، كاين هذا قلب جبتهم كنت اخمم واش ندير، وكاين هذا ومن بعد استعملت هذاك. نحبوا هذا الشكل هكذا الطبيعي. والسنيوات تاعنا الكوشه كي وليت حنطبعهم شعلتها سخنت شويه، متسخنيش الكوشه بزاف باسكو كي تدخليه فيها ليه يرفد ديك الحموريه. درت السنيوه درت لها بابي كويسون، ها هو هنا شوفوا السمك تاعها مشعل. ونبداو نحوها من البلون طرافاي وتحطي في سنيوتك ست فيهم. شوف طريقه سهله، انا نخدم بهذه الطريقه ونخدم بالموس دائما من اللي تعلمت ندير الصابلي نخدم بهذه الطريقه. ونديروها طيب ومن بعد نجو لكريمه الزبده تاعنا. عندي 125 غرام زبده، ندير فيها 4 مغارف تاع زيت هكذا، تولي لك واحد الكريمه هك خفيفه. 4 مغارف تاع زيت. هنا كنت حنخدم فيهم بعد بدلت في واحد اخر خاطر ولات الحالات الطاير هكذا. شوفي بدا يضرب حتى تولي لك بيضه، تتجانس ديك الزيت مع الزبده وتولي لك كريمه بيضه. نجيبو نص كاس حسيله. شوفوا مديري في بالك ما تقوليش باللي راح تجي حلوه بزاف، ولا والله ما تجي حلوه، راح تجي معتادله في الحلاوه. نص كاس حسيله مع نص كاس سكر غلاس هكذا. اسمحوا لي لا راكم تسمعوا كاش صوت، راهم الذراري يلعبوا في الدروج، تعرفوا الباطيمات كيفاش. المهم وبدا يخلطي فيهم هكذا، خلطيه ثان حتى تتجانس مليح هذيك المكونات تدخل كامل فيها، الذوب كامل في الزبده. ومن بعد نكهيها. انا كنت حنخدم بالكراميل، درت لها الكراميل في الزبده. وماذا بك لو كان عندك عطر الكراميل راح يعطيك نتيجه هايله. انا ما كانش عندي، عطرت غير بالكراميل اللي كانت كاينه. كراميل اكو عارفين يا مخدومه في الدار ولا تشريها واجده هكذا حتى تتجانس. ومن بعد زدت معاها هذه اضافه اختياريه ماشي بالسيف، جوز حبيبات برك جوز غير كسرتهم هكذا وخلطتهم مع هذيك الزبده يعطوها واحد البنه. وكي تولي تاكلي في الزبده تاعك دقشي معاها الجوزه يعني تحسي بالبنه. هاهم وين بعد ما طابوا لي صابلي تاعنا حاولي طيبيهم مليح ما تخليهش ابيض هكذا. وديرهم في هذو لي بوش. شوفوا لي بوش راح يساعدوكم في الخدمه، تولي خدمتك نقيه. بصح تحبي تخدمي بالمغرف خدمي بالمغرف ماشي بالسيف هكذا. نديرو صاير داير الزبده تاعنا وفي الوسط نديرو الكراميل هكذا. اغلقي عليها ومسحي الجوانب. فيني الخدمه تاعك هاي هكا حتى تكملي كامل الحبات اللي عندك. شوف بلا بوش تسهل عليك الخدمه والله غير علامه، ما ظليش غير تلبزي. المهم هكذا نزيدو الكراميل وغلقيها وفيني الخدمه. ومن بعد نجيبو الشوكولا تاعنا. الشوكولا تاعنا هنايا ذوبتها وزدت لها شويه زيت وتبداي تغلفي فيها هكا قلاصيها غير بشويه ونفضي. حاولي تنفضي مليح هذيك الشيكولا باه ما تبقالكش كامل من الفوق، ما تجيش طبقه كبيره ولا عاليه تاع الشيكولا. نحي هنا هكذا هكذا حتى تكملي كامل الكميه اللي عندك.
بهذه الطريقة حتى تكمليها كامل. اللي راهي قاعدة تشوف وصلت حتى لهنا، ما تنساش دير لنا جيم، دير لي كومونتير شباب تقول لي رايحه في هذا الكاطو ولا موالفه ديري هكذا كاطو، واعطوني اقتراحات واش راكم حابين نزيد ندير لكم، مكاش مشكل. في المالح ولا في الحلو كيما حبيتوا قولوا لي هكذا. المهم راح يعطيك واحد النتيجة هايلة. انا زينته بواش كان عندي في الدار، يبقى التزيين اختياري كيما حبيتي الشكل والتزيين، هذا انتي تبدعي فيه، على بالي باللي شاطرة. المهم هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. شوفوا حنفتحها لكم كما شفتوا في بداية الفيديو، يعني نتيجة والله العظيم غير هايلة. جربيه وما راحش تندمي، راح يحمر لك وجهك الى خطبة الى عمرة. انا المرة اللي فاتت درت هذوك لي ترانسفير من الفوق، وانتي تقدري ديريهم على حسب المناسبة تاعك، ولا ديري هكا اي تزيين اللي قدرتي عليه. شوفوا كراميل الزبدة هو هشيش، يعني وش نقول لكم البنة تتقاطر، البنة متخشخة. نتمنى تجربوا الوصفة تاع اليوم، والى وصفات واحدة اخرى ان شاء الله. وسلام، وما تنسوش تخلوا لي اقتراحاتكم كما قلت لكم. سلام.